أهلا وسهلا فيكم ببرنامج إنسايد أوت. أنا مجدولين زباد، مدربة صحة شمولية متخصصة بصحة الأمعاء، الهضم، الهرمونات وتوازنها. إذا كنتي من النساء يلي بعد كل وجبة حتى لو خفيفة بتحسي إنه بطنك نفخ وكأنك بالشهر الثالث من الحمل وبتسألي حالك ليش صار لي كرش، فحلقة اليوم هي إلك. رح نحكي باستفاضة عن ليش بيصير معنا هيك، شو سبب النفخة وشو فينا نعمل لنتخلص منها. أول شيء مهم نعرف شو هي بالضبط نفخة البطن. النفخة بكل بساطة هي تراكم للغازات أو الهواء بالجهاز الهضمي، وبصراحة بتصير لكذا سبب، بس لما تتكرر كتير لازم نوقف، نعمل ستوب وننتبه على جسمنا شو الرسالة اللي عم يحاول يوصلنا إياها. فنحن لو ما كانت النفخة غازات ممكن تكون هي دليل على كذا شغلة. أول شيء ممكن تكون دليل على بطء الهضم أو احتباس السوائل بالجسم أو حتى خلل البكتيريا النافعة بالأمعاء. النقطة المهمة كتير هون إنه نعرف إنه النفخة ما لها شيء طبيعي، هي واحدة من طرق الجسم ليحكي لنا إنه في شيء غلط بالهضم. الشغلة الثانية اللي رح نركز عليها شو هي الأسباب يلي ممكن تعملنا هالنفخة شو ما كانت نوعها. طبعا مهم نعرف إنه كمان كل حدا فينا جسمه بيختلف عن باقي العالم 100%. جسمك وتركيبته مثل بصمة الإصبع، ما في اثنين متشابهين أبدا. والسبب ممكن يكون سبب للنفخة بعد الأكل. أول شيء الأكل بسرعة، عدم المضغ الأكل بشكل كامل، إنه بهالشكل رح يصير عنا بلع للهواء مع الأكل، وهالشي بيزيد الغازات بالجهاز الهضمي. ثاني سبب هو نقص أنظيمات الهضم، يعني لما يكون الجسم بينقصه أنظيمات لهضم وتكسير الكربوهيدرات أو الدهون فالأكل بضل بالأمعاء وبيتخمر وممكن يسبب غازات، وبعدها كمان حيسبب لنا نفخة، خصوصي إنه نحن اوريدي عنا أنظيمات بتقل مع العمر مثل أنزيم اللاكتيز اللي هو مسؤول عن هضم الحليب وكل مشتقاته. ثالث سبب ممكن يكون عندنا فرط نمو البكتيريا بالأمعاء الدقيقة اللي هو السيبو. هالحالة شائعة عند النساء وما بينتبهوا لها كتير، وهي بشكل مبسط إنه البكتيريا يلي بتعيش بالأمعاء الغليظة تنتقل للأمعاء الضيقة وبتبلش تخمر الأكل بسرعة، وهالشي كمان بيساوي نفخة بالبطن وغازات. وآخر سبب ممكن يكون عندنا حساسية من الأكلات اللي هي أصلا ممكن تكون بتعمل غازات أو نفخة لبعض الناس، مثل البقوليات، الخبز الأبيض، السكريات الصناعية أو حتى المشروبات الغازية. طيب، وبعد ما عرفنا الأسباب هلأ شو الحل؟ بصراحة دائما مشاكل الهضم أول شيء بنبدأ بالحلول البسيطة واللي هي عادات غذائية صغيرة بس عن جد حرفيا ممكن تغير كل شيء بصير بالأمعاء. أول عادة، نصيحة، مضغ الأكل كتير منيح والأكل على البطيء، يعني تقريبا كل لقمة بتاخد معك حوالي 20 ل 30 مضغة. هالشي أولا بخلي الأنزيمات الهاضمة تاخد وقتها وتشتغل صح بتفكيك الأكل. تاني شي تقليل الأكل يلي هو صعب الهضم أو اللي بنسميه الفود مابس، اللي هي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، البصل والثوم والقمح وبعض الفواكه. ممكن اتباع حمية اسمها فود ماب مؤقتا وتحت إشراف اختصاصي بس لفترة بسيطة. ثالث عادة إنه نضيف الأعشاب يلي بتساعد على الهضم بعد الأكل مثل النعناع، الزنجبيل، الشمر، الكمون. رابع شغلة مهم كتير فحص السيبو، أو ممكن تعملوا تحليل براز للبكتيريا لما توصلي لمرحلة إنه أنت جربتي كل الطرق يلي ذكرناها حرفيا لمدة 3 شهور، وهون معناتها إذا ما استفدتي لازم تعملي تحليل لحتى تتأكدي، لأنه ممكن يكون في سبب صحي جذري. أخيرا كلمتي إلك، لا تهملي أي شيء بصير معك وتقولي عادي بتصير عند الكل، ومو لازم ومو طبيعي ولا صح تتأقلمي مع مشاكل الهضم. بالعكس، مهم تعرفي إنه لكل مشكلة سبب وحل، وفي أسباب حرفيا ممكن تعالجيها من جذورها بعادات كتير بسيطة. وهلأ إذا حسيتي هالحلقة مفيدة بعتيها لأي حدا بتعرفيه عنده نفس المشكلة، واشتركي بالقناة واكتبي لي تعليق خبريني فيه شو أكتر أكلة بتحسي بعدها بالنفخة، وشو الشيء اللي جربتيه وحسيتي بالراحة. كوني بخير وبشوفك إن شاء الله بالحلقات الجاية لتكتشفي جسمك وأسراره أكتر.